المثل بيقول: يا مستني اللي وجعك يداوي جرحك، يا مستني التعبان يداوي قرصك. لما بتتجرح من حد بتحبه قوي، بتحس انك مش هتقدر تتخطى من غير لما يعتذر او يبرر او على الاقل يقول لنا هو عمل كده ليه، فبتربط شفاك بحاجه مش في ايدك. الحقيقه انك بتبقى مستني الشخص اللي اذاك يرجع لك الاحساس بالامان اللي اخده منك، بس غالبا ده ما بيحصلش. نفسيا ده اسمه تراما بوندنج. المخ بيتعلق بمصدر الالم كانه هو مصدر النجاه. جهازنا العصبي بيحب كلوجر، بيحب اللي فتح الجرح يقفله، يعني اللي حضر العفريت يصرفه. بس ده مش شرط يحصل. مصدر السم مش هو مصدر الشفاء. طول ما شفاك متعلق بشخص يبقى انت لسه تحت سيطرته نفسيا، حتى لو مش موجود في حياتك. الشفاء هيبدأ أول ما تبطل تسأل هو عمل كده ليه، وتبدأ تسأل أنا محتاج أعمل إيه دلوقتي عشان أتعافى. أنت مش مسؤول عن تصرفات الناس، لكن مسؤول عن ردود فعلك، عن حدودك، عن شفاء جرحك. ودي أصعب خطوة في طريق الشفاء، إن إحنا نعترف بالمسؤولية. أيوة اللي حصل كان ظلم، لكن استمرار الألم اختيار. مش لأنك السبب، لكن لأنك الوحيد اللي تقدر توقف النزيف. بس في حاجة مهمة جدا لازم تفتكرها، إن شفاك في إيدك مش معناه إنك لوحدك. انت اعترف بمسؤوليتك لشفاء نفسك وخد القرار، والله يكون هو مصدر الشفاء ويديك القوة تكمل. ما تستناش من التعبان ترياق لسمه، وما تستناش من اللي وجعك يجي يعتذر لك عشان تقدر تتخطى. اعترف بمسؤوليتك لشفاء نفسك، واطلب من الله ان هو يكون مصدر الشفاء ويديك القوة تكمل.